بيقول لي يا احمد انا لقيت نفسي كسول وبنجز. انا خلصت تاسكات 4 ايام في يومين 2 بس وانا مش قادر ان انا اعمل حاجه. ومن تجربتي الطريقه دي ساعدتني ان انا اخلص كل الحاجات اللي ورايا وانا مش قادر ان أنا اعمل حاجه. انا هنجز كل ده امتى؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ويا رب يكونوا باحسن حال ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم وان شاء الله الفيديو ده باذن الله يعجبكم. ان شاء الله انا جاي ان أنا اتناقش معاكم النهارده في تجربه انا عن نفسي ان انا جربتها. ودي تجربه كان نصحني بيها يعني حد من اصحابي يعني، وده يعتبر من اكتر الناس ما شاء الله اللي انا بعتبرها الناجحه اللي انا قابلتها في حياتي. ما شاء الله بيكون عنده قابليه ان هو يؤدي المهام حتى لو هو كسول، حتى لو هو حاسس ان التاسكات اللي عليه كتير جدا، ما شاء الله بيقدر ان هو ينجزها كلها. طبعا ده كله بعد الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وطلب التوفيق والمعيه. لكن بصراحه الطريقه بتاعته دي يعني انا بعتبرها ان هي من اكتر الطرق حرفيا اللي هتخليك يعني ايه، اللي زي ما بيقولوا كده ايه، هتخليك ماشي حسب الخطه. يعني الخطه اللي انت حاططها والجدول اللي انت حاطه فعلا هتعرف تلتزم بيه وهتعرف انك تأديه على اكمل وجه. يعني طبعا ما شاء الله يعني احنا كلنا اساتذه في ان احنا نحط جدول. يعني وده يعتبر في ناس محضره دكتوراه في ان هي تقدر ان هي تحط جدول ما يخرش الميه، وما شاء الله بقى محترفين في كده. لكن بقى تعال احنا بقى نمشي على اساس الجدول ده، تلاقي في عوامل كتير جدا بتمنع انك تمشي عليه، سواء كان مثلا الجدول ده انت بتكون ضغطه، سواء كان انت بتحس بنوع من انواع الكسل فما تقدرش انك تكمل. كل الامور دي بغض النظر بقى الجدول ده محتوى ايه، سواء كان محتوى دراسه او كان محتوى شغل، سواء كان هوايات، سواء كان حاجه عاوز تتعلمها جديده. كل الامور دي سواء كان كومباينيشن ما بين كل ده مع بعضه كده. كل الامور دي يعني احنا كلنا بنعاني منها، وانا اول واحد بعاني من ده. ان احنا مثلا لما بنيجي بنعمل جدول مثلا، يا اما يكون الجدول ما فيهوش فلكسبيليتي، ما فيهوش مرونه ان احنا نقدر نتحرك فيه، ولا مثلا لو حصل حاجه طارئه، يا اما احنا بنعمل الجدول ده وما بننفذوش ان احنا كسل ما بننفذش الجدول. وسبحان الله السبب لحاجه شبه كده يعني اسباب متنوعه. زي ما قلت مثلا انت ممكن تكون اصلا انت عامل الجدول ما فيهوش مرونه فانت ما تقدرش انك تتحرك في جواه. تمام. ممكن تكون انت مثلا حاسس بنوع من انواع الكسل وانك مش قادر انك تقوم يعني، ومش قادر انك تقوم تنفذ اي حاجه من الحاجات اللي انت حاططها في الجدول ده مثلا. ممكن يكون سبب تاني مثلا ان انت بيكون عندك نوع من انواع الحيره، ان انت مثلا حاطط في الجدول ده حاجه انت ما بتحبهاش بس انت مثلا ملزم انك تعملها، وليكن مثلا مذاكره. يعني مين بيحب المذاكره؟ فانت مثلا ملزم انك تذاكر مع ان انت مثلا تكون المذاكره دي حاجه انت ما بتحبهاش، وفي نفس الوقت في حاجه تانية انت حاططها في الجدول انت نفسك تعملها. يعني مثلا في هوايه مثلا انت عاوز تتعلمها، عاوز تطور نفسك فيها، ودي عاوز تقوم بيها بالاول، بس انت خايف ان انت لو مشيت في السكه دي مش هتقوم بالحاجه اللي انت ملزم تعملها. فدي كل دي اسباب تخليك انك ما بتمشيش على حسب يعني الخطه اللي انت بتحطها، وبتحس دايما بالاحباط، تحس بالياس. انا مش قادر ان انا امشي ليه، او انا ليه دايما العزيمه بتاعتي بسيطه، او مثلا الهمه بتاعتي مش مساعداني ان انا انفذ حاجه شبه كده. فبغض النظر عن السبب بتاعها، انا كنت قاعد مع واحد صاحبي يعني، بس هو قال لي ان انا ما اذكرش اسمه. وبصراحه يا شباب انا ما طلعتش وعملت الفيديو ده الا لما جربت مثلا الطريقه دي مثلا على مدار مثلا الاسبوع اللي فات. فهو قال لي نصيحه كويسه جدا. قال لي حارب نفسك بالتجزئه. يعني ايه حارب نفسك بالتجزئه؟ يعني ان انت مثلا عندك مهام وتاسكات كتير، خد المهام والتاسكات الكتير دي كلها وابدا هات التاسكات دي حطها في ورقه كده، وابدا قسم كل التاسكات دي لتاسكات صغيره. هتقول طب ما احنا عارفين الطريقه دي، هقول لك لا، الفكره كلها في ايه؟ هتقول لي طب اللي هي نفس النظام بتاع برومودورو والكلام ده خالص. هو الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان انت مثلا وراك مثلا 4 تاسكات مثلا، وليكن مثلا تاسك مذاكره، تاسك شغل، تاسك مثلا هوايه، تاسك كورس، تاسك مثلا التزامات راح تجيب حاجه من بره. بغض النظر عن يعني عن الحاجات اللي انت حاططها في الخطه اليوميه بتاعتك، انت بتروح جايب كل حاجه من دول تروح مقسمها مثلا، وليكن مثلا A B C، كل واحده من دول A B C تمام. وبعد كده تجيب A مثلا تروح قاسمها مثلا 1 2 3 4 5. يعني مثلا المذاكره هي A، تروح مقسمها ل 1 2 3 4 5، تحطها كده في كروت صغيره. يعني انك بتجيب زي كروت صغيره كده تكتب مثلا ايه مثلا على ايه مثلا، وليكن تاسك المذاكره مذاكره مثلا وليكن 20 صفحه، فانت تبدا تقسمها مثلا خمس تاسكات. كل تاسك 5 تاسكات صغيره، كل تاسك منهم بتكون 4 صفحات بس. يعني مثلا تروح كاتب مثلا A1 A2 A3 A4 تمام، 4 صفحات 4 صفحات 4 صفحات. وكذلك تيجي في بي مثلا، وليكن لو وراك شغل مثلا حاجه معينه هتبدا تقسمها كذلك تمام، تقول تاسك A B1 B2 B3 وهكذا تمام، وهكذا سي ودي على حسب بقى الحاجات اللي موجوده معاك في يومك. هتقول لي طب تمام، ايه الفرق بينها وبين نظام مثلا انك ايه، انك بتذاكر شويه وبعد كده تاخد راحه وكده؟ الفكره مش في كده، الفكره بقى انك بتروح جايب كل الامور دي كلها وبعد كده بتعمل لها ايه، توزيع عشوائي على مدار اليوم. بمعنى ايه توزيع عشوائي على مدار اليوم؟ يعني والله انا مثلا دلوقتي هبدا مثلا اخد A1 تمام، انا مثلا وليكن A1، بس انا خلاص زهقت. ما هو انا مثلا مشكلتي الاساسيه ان انا ما بقدرش اقعد مثلا في تاسك معينه او في حاجه معينه انا ملزم بيها فتره كبيره جدا، فده بيحسسني بنوع من انواع الايه، نوع من انواع الكسل وبيضرب اليوم كله وهكذا. فانت تبدا تقسمها بقى، هتاخد مثلا A1 بعد كده تروح مثلا منتقل من A1 ده تروح اخد مثلا، تروح رايح واخد B1
تمام. بعد كده تروح مثلا راجع اخد C1 وهكذا، ترجع تاني على A، على A2، على B2 وعلى كذا. فانت هتيجي تلاقي نفسك عملت حاجتين. اول حاجه انك حاربت نفسك الكسوله دي، يعني زي ما بيقول لك ايه، حارب نفسك وضحكت عليها. يعني انت ضحكت عليها اصلا، ان انت خليت كل التاسكات اللي هي مطلوبه منها عباره عن حاجات بسيطه هي بتحققها بسرعه. فلما لما نفسك لقيت ان هي بتحققها بسرعه، ده كده يعني ايه، زود يعني ايه، زود الحماس عندها، والدوبامين بدا يعلى، اللي هو الله، طب ما انا بنجز اهو، طب ما التاسك مش تقيل عليا اهو. فانت حاربت مثلا ان فعلا ممكن تكون التاسك دي تقيله وثقيله على النفس، وانت لو قعدت خدتها كلها مره واحده مش هتستفيد منها، وفي نفس الوقت مش هتقدر تعملها كلها، وفي نفس الوقت قدرت انك تحقق كل اللي وراك. وده كمان هيعطيك نوع من انواع ايه، نوع من انواع الاريحيه، لان انت لما بتيجي تقسم التاسكات البسيطه دي، ده بيعطيك نوع من انواع الاريحيه في الوقت. فليكن مثلا ايه، ليكن مثلا انت مثلا بتخلص في ايه، فمثلا جالك حاجه طارئه، ف ايه هو انا هسيب كل ده واروح مثلا اخلص اللي ورايا وهرجع؟ لا خلاص، اليوم باظ، مش مهم ان انا اذاكر فيه، او مش مهم مثلا ان انا اعمل التاسك اللي فيه، او مش مهم ان انا اعمل الحاجه دي فيه النهارده. لا، دي بيعطيك نوع من انواع الاريحيه، ان انت مثلا انا اخد اي واحد، يعني يا عم دي تاسك بسيطه، هروح رايح مثلا اخلص الحاجات اللي ورايا وارجع تاني ان انا اخد ايه، ان انا اخد تاسك بي 1 بي 2 وبي 3. انت اشتركت في القناه؟ انت اشتركت في القناه؟ ما ينفعش كده. نص اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه. يلا يا عم بسرعه، انزل اعمل لايك واعمل شير واشترك في القناه. والله يا شباب انا عاوز اقول لكم ان هو بيتكلم معايا بيقول لي ان انا بالطريقه دي صحيت في يوم انا ما كنتش قادر ان انا حرفيا اقوم من على السرير، قدرت ان انا انجز تاسكات 4 ايام في يومين اتنين بس. 4 ايام في يومين اتنين بس. بيقول لي انا لقيت نفسي ان انا كسول وبنجز. يعني طب ما انا كسول كده وبنجز، طب ما امال انا لو في قمه حماسي وفي قمه نشاطي، امال انا هعمل ايه؟ فبصراحه انا خدت منه الكلام وقلت ايه، قلت انا قبل ما اطلع اقوله لازم يكون الحاجه دي مجربه. والله يا شباب يعني اكاد اجزم لكم من الطريقه دي بصراحه يعني هي فادتني جدا على المستوى الشخصي. هي ممكن تكون حاجه بسيطه، او ممكن يكون مثلا انت سمعتها قبل كده، بس بجد هتفرق جدا لما تكون انت حاسس بنوع من انواع نوع من انواع الكسل، او نوع من انواع قله الهمه مثلا. طبعا قبل ده كله انت لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى وتطلب المعيه من الله سبحانه وتعالى. وحاجه شبه دي هتساعدك ان يخلي في نوع من انواع المرونه في الجدول بتاعك. مثلا والله جالك ظرف طارئ، فانت هتقدر انك تسد، وفي نفس الوقت الحاجات اللي وراك والالتزامات اللي وراك مش هتاثر فيها. جالك مثلا حاجه انت المفترض انك تسافر مثلا، او المفترض انك تروح حته معينه، ده هيساعدك كتير جدا في الامر ده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.